هلو حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى، هتاكلي النهارده غدا حلو وسهل وبسيط، من غير لحمه ولا فراخ ولا بيض ولا اي حاجه خالص. اقسم بالله سفرة غدا اقتصاديه نمره واحد. بصوا، العيش كده مع البتنجان المتبل مع الجرجير مع الكفته القمر دي مع الفلفل تعالوا ندخل نشوف الفيديو بيقول ايه. بسم الله كده. معايا ميه فيها ملح، ميه عاديه من الحنفيه خالص، وبتنجان، قشر بتنجان. سو بقى انا هنا ما كنتش عارفه اعمل اي حاجه بالسكينه، والنهارده كنت حاسه ان في حاجه غريبه كده. السكينه دي مش عارفه اتعامل بيها. سبحان الله، كل واحد بيبقى له حاجه كده بيبقى متعود عليها، مين اللي زي حالتي كده بيبقى في حاجه واحده بس متعود عليها. بصوا انا مش عارفه اتعامل بيها، بس كنت بمشي الدنيا. سو بقى هتلاقوني هنا بس عماله اقطع، مش عارفه والف فيها شمال ويمين. هنا بقى الحته اللي في الاول دي رميتها، هقطعها بقى كده شرايح. بصوا، وهقطع وهحط في الميه بملح. اقطع بقى الكميه كلها. انا ما كنتش عارفه اقطع، بس هتلاقوني بقى في الاخر جبت السكينه بتاعتي بقى اللي هي ما اقدرش استغنى عنها. اقطع كده واحط في ميه بملح وهسيبه بقى. دي اول حاجه انا بدأت فيها. هعمل بقى كميه البتنجان. بصوا، بتنزل المرارة اللي فيه وبيبقى مشربش زيت كتير. هنا دي لقيتها سميكة شوية، رحت عاملاها. مش مشكلة اتقطعت، بس مش مشكلة. هنا بقى معايا البطاطس هقشرها. عايزه اقول لكم انا كنت قايمه من النوم والله العظيم ما عارفه اعمل ايه، ومحتاره اعمل غدا ايه ونعمل اكل ايه. ما كانش في دماغي اصلا تصوير، ولا في دماغي ان انا هعمل غدا. بس بقى هي جت معايا كده، ومع ان اليوم كان ملخبط، بس يلا الحمد لله. هنا بقى نقشر البطاطس. يا ريت يا ريت كل اللي يشوف الفيديو يشترك في القناه ويحط لايك كده حلو، ويذكر الله ويصلي على النبي كده في التعليقات. هنا كانت معايا الحته دي كانت بايظه، فمش بايظه، هي حسيت ان هي فيها لون مختلف كده فحشتها. اقطع بقى البطاطس كلها، اقشرها كلها بنفس الطريقه، وهقطعها بقى مكعبات. تمام. يا ريت يا جماعه الناس تحب الخير لبعضيها، يبقى ما بيبقاش في حقد ولا غل. مش عارفه يعني الناس بتحقد على بعضيها ليه، انا مش عارفه يعني. يبقى مرض في البني ادم، مش عارفه. هنا بقى قطعتها هنا مكعبات، واحطها بقى، احط لها شويه ملح واحطها على النار تتسلق. عبال ما تتسلق بقى نجهز التتبيله بتاعتنا. هنا معانا طماطم، بصل وجزر، فلفل. لو عندك كبه اعمليه في الكبه، انا ما عنديش كبه فبعمل بالكب بالمبشره يعني. هبشرهم بقى، هبشر جزر و... والبصل هبشره، واقطع الفلفل. هنا بقى الطماطم دي بصل وطماطم بصل. هبشر بقى البصل كده، وابشر بقى الطماطم. جربوها جربوها وعلى ضمانتي انا، اقسم بالله انا عايزه اقول لكم ان انا كنت واقفه عماله اكل فيها. هبشر بقى الطماطم بالطريقه دي. هبشر بقى الكميه كلها طماطم واقطع الفلفل قطع صغنونه خالص اهي.
بقول لكم هعمل الكميه دي كلها وهاجي بقى احطها في مصفى، اصفي منها الميه بتاعتها. نزل كميه ميه دي لو حطيتها على البطاطس كده هتخلي البطاطس سايبه مش هتمسك في بعضها. هنا بقى معايا الخلطه اهي، بصل وجزر وطماطم وفلفل، ولو عندي خضره شبت وبقدونس كده احط شويه صغيرين، بس انا ما كانش عندي. وشويه بقى رشه كمون على فلفل على كزبره، رشه شطه صغنونه مش كتير يعني، وعلى حسب ما انتي بتحبي. وايه تاني ربي، وملح. هنا بقى الميه دي مش هنرميها، احنا هنحتاجها. اقلب بقى الخلطه دي كلها، واجيب بقى هحوش منها الاول معلقتين. هتعرفوا انا هحوش المعلقتين دول ليه، بس خليكم معايا بس للاخر كده. وبعدين بقى ايه، البطاطس كانت اتسلقت، وهنا بقى حطيت معلقه توم كنت دقاها في اللون، اقلبها. البطاطس كانت اتسلقت بقى هروسها هرسه محترمه. ههرسها كويس، وبعد كده بقى ايه، انا بوريكم ان انا هرستها جامد. هي مش باينه في الفيديو بس هي اتهرست كده. بحط بقى عليها الخلطه دي وهقلبها. اقلبها بقى كويس. هي ما كانتش محتاجه ملح ولا اي حاجه، فما رضيتش احط. معايا هنا بقى بيضايه، والله العظيم انا عايزه اقول لكم في الاخر انا ما احتاجتش البيضايه اللي انا فقشتها دي يعني. وبحط بقى ايدي كده، بحط في البيض وفي الدقيق. انا جيت في الاخر على فكره عايزه اقول لكم انا لغيت خطوه البيض، وبقيت احطه في الميه اللي هي بتاع البصل. والله العظيم كان طعمها جميل. بصوا كورتها كور كده. لا تقولي لي بقى كفتة فراخ ولا كفتة لحمة، بصوا بنفس الطريقة دي كده، وتنزلي بيها في زيت سخن. هنا بقى عملت ايه، كانت سخنت زيت، معلقتين زيت كده، ونزلت يعني ب5 فصوص توم اتحمصوا خدوا معايا اللون ده. هنزل بيهم بالمعلقتين اللي انتوا شفتوهم في اول الفيديو اللي انا حشتهم، وهقلبهم واجي اعصر عليهم ليمون وخل. بس انا ما كانش عندي خل الصراحه. عندي الخل حط شويه خل وشويه ميه، كانش عندي خل فزودتهم بميه. وهعصر بقى عليهم ليمون، وهظبط الملح بتاعهم. ودي التتبيله بتاع البتنجان. حمر البتنجان، انا باكلش البتنجان مقلي كده، ما كانش فيه تتبيله كده محبشه، ما بعرفش الصراحه يعني. احط بقى الليمون، واحط بقى لو في شويه خل هحط شويه خل. هنا بقى البتنجان كنت قليته وصفيته في مصفى من الزيت، هرصه بقى كده. احط طبقه وهحط من التتبيله طبقه، واحط من التتبيله بنفس الطريقه كده، بحيث ان البتنجان كله يبقى شارب من الطريقه من التتبيله. وانا البتنجان كنت مقطعاه تقطيع عشوائي. اجيب بقى التتبيله اللي انا عملتها. بصوا الله على الجمال، الله والله العظيم انا باكل دي بس لوحديها. انا عايزه اقول لكم بفوت شويه كانوا بيتخانقوا عليها. اتفرجوا لي على الحلاوه ما شاء الله، اللهم بارك، حاجه كده تفتح النفس. هرص بقى الكميه كلها بنفس الطريقه، وهرش من التتبيله بالطريقه دي كده.
يجعلها نعمة ويحفظها من الزوال يا رب، اللهم امين. اتفرج لي بقى على الحلاوة. جيبي كده عيش ابيض، بصوا القمر والجمال، اللهم بارك. وحمرت فلفل كده العيش بقى، وتحطي فيه الكفتة. بصوا على القمر، وشريحتين بتنجان من المتبلين، بصوا بني وشوية من الدقة وشوية جرجير. اللهم اجعلها نعمة واحفظها من الزوال. غدا بسيط اقتصادي من الدرجة الأولى. بصوا تحفة، سندوتش في حتة تانية. وبألف هنا، مع السلامة.